عايز ألمّع البولي إستر، سؤالك صعب ومش في محله، لكن هاجاوبك. مبدئيًا يا جماعة لازم نبقى عارفين إن البولي إستر مش بتاع الأشخاص العادية اللي بتقعد في البيت وبتشتغل في البيت أو الناس اللي بتعمل أشغال خفيفة. البولي إستر بتاع حد متخصص شغال في ورشة بعيد شوية عن البيت، لأن البولي إستر من الحاجات اللي بتطلّع أدخنة وأبخرة صعبة جدًا والchemical بتاعتها عالية أوي، فلازم وأنت شغال فيه تبقى حذر جدًا، جدًا. تاني حاجة، أي حاجة أنت عايز تلمّعها في الدنيا بتاخد نفس الprocess، يعني أنت لو عايز تلمّع resin، لو عايز تلمّع كونكريت، لو عايز تلمّع بولي إستر، لو عايز تلمّع بلاستيك، كلّهم نفس الprocess. طبعًا الطرق كتيرة جدًا، جدًا، لكن إحنا عندنا طرق أساسية لازم نعتمد عليها في التلميع. أولًا لازم كل الخشانة اللي عندك من برّه تتشال، بتتشال بالتنعيم. التنعيم بيحصل بدرجات الصنفرة الكتير اللي ورا بعضها، يعني تبدأ مثلًا بصنفرة 180 لحد ما توصل ل3000، تاخد كل الدرجات اللي بعدها. بعد كده تستخدم الpolish والcompound. أنا مش عايز أخش في المراحل دي كلها، أعمل إيه؟ بكل بساطة يا صديقي، نعّمه بإيدك حاجة خفيفة بالصنفرة طبعًا، بعد كده رُش ورنيش، ريّح دماغك ورُش ورنيش أو رُشه أي مادة أنت عايزها بتلمع، سواء resin، سواء لامع، سواء مَط، أي نوع ورنيش هيترش على البوليستر هيبقى بيلمع وهيبقى زي الفل.